اهلا شباب، النهارده الخص كرتون نينجا جو اللي بيكون مكون من 15 موسم واكتر من 200 حلقه. فقبل البدء ما تنساش اللايك والاشتراك، ويلا ونبدا بقصه سيد السبنجيتسو الاول. زمان كان في مكان عايش فيه كائنات اسمها الاوني، وكان عايش معاهم التنانين. الاوني كان قدرتهم التدمير، بينما التنانين كان قدرتهم البناء. وكان دايما الاوني في بينهم وبين التنانين قتال، لحد ما اتولد طفل عنده قدره البناء والتدمير. وبدا شجار بين الاوني والتنانين على مين اللي ياخد الطفل ده. ولكن الطفل حاول بكل مجهود يقف الشجار، بس مش بيقدر. فبيقرر يروح لعالم تاني، وراح لمكان مليان محيطات وفيه شويه جزر. وبيظهر وحش بحر عملاق اسمه وجيرة، عنده قدرة التحكم في المياه والرياح. وبيتعاون الطفل مع سكان الجزيرة، ولكنهم بيفشلوا لحد ما بيجي سيد عنصر الماء نياد وبيتحد مع البحر، وبينزع الجواهر اللي في راس وجيرة وبيقدر يهزمه. واتقسمت الجواهر بين سكان الجزيرة، وسموا الطفل سيد السبنجيتسو الأول بسبب طريقة القتال بتاعته. وبيروح سيد السبنجيتسو الأول لمكان اسمه القمم الذهبية علشان يعمل المكان اللي هيتدرب فيه، وبيعمل برضه الأسلحة الذهبية. وكل سلاح بيمتلك قوة كبيرة من العنصر بتاعه. بنلاقي بعدها إن في شوية من الأونو بيروحوا للعالم بتاع سيد السبنجيتسو علشان يراقبوه. وبعد فترة بيظهر شرير قديم علشان يحارب سيد السبنجيتسو، وبيعمل الشرير جيش حجري غير قابل للتدمير. وبتحصل حرب كبيرة، وبيقسم سيد السبنجيتسو الأرض، نص هيكون اسمه نينجاجو والنص التاني اسمه الجزيرة المظلمة، واللي بيتحبس فيه سيد الشر. بعد كده بيعمل سيد السبنجيتسو الأول الكريستال علشان يقدر يسافر بين العوالم. وبيجي بقى البشر والثعابين علشان يعيشوا في نينجاجو. وبنشوف بقى ابناء سيد السبنجيتسو، أول واحد وهو وو، واللي بيكون عنده قدرة البناء، والتاني جارمادون واللي عنده قدرة التدمير. وسيد السبنجيتسو عمل مخطوطة مكتوب فيها ان النينجا الاخضر هو اللي ينقذ العالم من سيد الشر، واللي بيظهر مره تانية. وبيكون عايز يستخدم احد ابناء سيد السبنجيتسو علشان يقدر يرجع مره تانية. وبيخلي ثعبان يعض جارمادون ويقنه بالشر الخالص. والثعبان بعدين هيكون اسمه المفترس الاعظم، والسم هيبدا ياثر على جارمادون بس بعد كام سنه كده. المهم في الوقت الحالي بيبدا سيد السبنجيتسو يدرب ابنائه على اساليب القتال والسبنجيتسو، وبيكتب مخطوطه اسمها السبنجيتسو المحظور. وبيتعرف هو على ثعبانه اسمها فيرا، وبيعلمها السبنجيتسو. وبتروح فيرا تهزم ملك الثعابين وبتحكم هي. وبيعرف هو غلطه، وبيستخدم السبنجيتسو المحظور علشان يهزمها وبيحبسها. وبتتوعد ليه بالانتقام. وبيقابله بنت اسمها ميساكو. وبعد سنوات بيتوفى سيد السبنجيتسو، وبيكون في مكانه معاه كريستالات التنقل. وما كانش فيه اي خريطه للمكان ده، غير بالصدفه اكتشف المعلم وول الخريطه، وكانت على العصايه بتاعته. وبيقرر بعدها جارمادون انه يسيب وول لوحده وبيمشي. في الناحيه التانيه في البحر بنشوف قرصان اسمه الكابتن سودو، وبيروح رحله عشان يكتشف الجزيره المظلمه. ولكن بيخش في صراع مع سفينه تانيه بيكون فيها قرصان جني اسمه نادا كان من عالم تاني. وبيقرر كابتن سودو يحبسه في بريك شاي علشان يخلص منه. وبيكمل طريقه للجزيره، ولكنه بيموت هو والطاقم بتاعه. بعد كده بنشوف شخص اسمه سينسي يانج، وبيخترع فن قتال جديد اسمه ارجيتسو. وبيحاول سينسي يستخدم شفرة يانج، ولكنه بيلعن نفسه بالغلط. وبيتحول هو وطلابه الاشباح. وبعد كده بيتم اكتشاف مملكه جديده فوق الجبال اسمها شنتارو. في مكان تاني بتشوف شخص عبقري اسمه دكتور جوليان، وبيعمل طفل آلي وبيسميه زين، وبيربيه كابن ليه. وبعد كده بنشوف شخص اسمه مورو، وبيمتلك عنصر الهواء، وبيدربه المعلم وو على امل انه يكون النينجا الاخضر. ولكن الاسلحه الذهبيه مش بتختاره، وده بيخلي مورو يغضب جدا. وبيسيب المعلم وو وبيروح يدور على قبر السيد السبنجيتسو. وفي نينجاجو بيبدا صراع بين البشر والثعابين، وبيحصل بينهم حروب كبيره. وفي نوع من الثعابين قوي جدا اسمه الاناكوندراي، وهو اللي بيقود الحرب. وبيكون في شخص اسمه تشين بيخلي البشر ينقلبوا على بعض، وبيبداوا يخسروا لحد ما بيلاقي المزامير اللي بتخليهم يتحكموا في الثعابين وبيحبسوهم. وبيتم نفي قادة الثعابين للعالم الملعون، وبيتم نفي تشين وكلاوس لجزيرة بعيدة. وبعد ما بتخلص الحرب بيظهر توأمين اسمهم كروكس واكرونيكس، وبيكون عندهم عنصر التحكم في الوقت، وبيبداوا يهددوا البشر. فبيصنع سيد النار وسيدة الماء راي ومايا 4 شفرات علشان يقدر وو وجارمادون يتخلصوا من التوأم. وبيستخدموا الشفرات على التوأم علشان يرسلوهم المكان اسمه صدع الوقت علشان ما يرجعوش مرة تانية. وبيخشوا البوابة دي، بس بينزل كروكس في نفس الزمن، وبتنزل برضه واحدة من الشفرات، ولكن بيخفيها المعلم وو في مكان اسمه بحر الغليان. وميساكو بتيجي تاني وبتتجوز جارمادون، وبيخلفوا طفل. وبيزعل وو من جارمادون لان وو كان بيحب ميساكو. ولكن الامور بتمشي، وبيبدا في نينجاجو ظهور اطفال عندهم قوى العناصر. في الناحيه التانيه مورو بيموت وهو بيدور على قبر سيد السبنجيتسو الاول. بعد كده في مملكه شنتارو بيرسل الملك 3 مغامرين للبحث عن جمجمه بيكون فيها شر كبير. وبعد ما بيلاقوها بيرجعوا للملك وبيديها له، ولكن الملك بيحبسهم تحت الارض، وبيستخدم الجمجمه لاستعباد كائنات اسمهم الجيكلز عايشين تحت الارض برضه. بعد كده الشر بيبدا مفعوله يبان في جارمادون، وبيبقى شرير وبيحاول يسرق الاسلحه الذهبيه، ولكن وو بيمنعه وبيبداوا يتقاتلوا. وهو بيفعل تعويذه الحمايه مكتوب على الزي بتاعه، وبيضرب جارمادون بصاعقه، وده بيشوه شكل جارمادون. وبيسقط في العالم السفلي، وبيقابل جيش الهياكل العظميه وبيسيطر عليهم علشان يرجع ينتقم من اخوه. والمعلم وو كان عارف ان جارمادون هيرجع، فبيخبي الاسلحه الذهبيه، وبيخلي تنين يحمي كل واحد فيهم. وبيرسم خريطه فيها مكان الاسلحه، وبيدي الخريطه لراي ومايا علشان يحافظوا عليها. وبيكون عندهم اطفال، وبيجي لهم كروكس مره تانية وبياخد راي ومايا وبيسيب اطفالهم لوحدهم، وبيكون اسمهم كاي ونيا. في الناحيه التانية سيد البارك بيتخلى عن ابنه وبيسيبه في ساعه خرده، وبيلاقوه زوجان وبياخدوه يربوه، وبيكون اسمه جاي. وبنشوف سيدة الارض مريضه وبتموت بعدين، وبتسيب ابنها كل مع والده. وبنشوف برضه سيد الجليد وبيكون ضايع في الغابه، وبيلاقي دكتور جوليان ومعاه زين
وبيكون خلاص سيد الجليد قرب يموت، فبيدي قوته لزين، ودكتور جوليان بيتقدم في العمر وبيكون قرب يموت، فبيمسح ذاكرة زين. بس بيجي جيش الهياكل العظمية وبيأمروا الدكتور جوليان انه يعمل لهم درجات قتالية، ولكنه بيرفض، فبيحبسوه في برج وسط المحيط. وبعد كده بنشوف ميساكو وبتكون عرفت ان ابنها لويد هو اللي هيكون النينجا الاخضر، وبتقرر توديه مدرسة داخلية وتخبيه عن جارمادون. بعد سنوات المعلم وو بيكبر في السن وبيعرف انه مش هيقدر يواجه جارمادون لوحده، وبيقرر يدور على سيد عناصر جداد علشان يدربهم ويقفوا ضد جارمادون. وبيلاقي كول سيد عنصر الارض وبيكون على قمة جبل، وبيلاقي جاي سيد عنصر البرق، وبيقابل زين سيد عنصر الجليد وكان في البحر. وبيبدأ التلاتة تدريبات، ولكن بيكون لسه قاعد عنصر النار. وبيكون كاي اللي كان شغال مع اخته نيا في ورشة الحدادة بتاعت والدهم، وبيرفضوا انه ينضم للنينجا. بس لما بيهجم عليهم الهياكل العظمية بيروح ينضم للمعلم وو، والنينجا بيلاقوا 3 اسلحة ذهبية ولكن بياخدها منهم الهياكل العظمية. وبيكون لسه فاضل سيف النار، وبيروح كاي والمعلم وو علشان يجيبوه، والمعلم وو بياخد السيف وبينزل للعالم السفلي، وبيروح النينجا وراه. بس بيحاصرهم جيش الهياكل العظمية وبيعملوا حصار للسبنجيتسو علشان يتخلصوا منهم، ولكن بياخدوا الاسلحة كلها منهم. بس الاسلحة بتدمرهم وبتعمل بوابة بيخش فيها جارمادون. الناحية التانية لويد بيكون اتطرد من المدرسة بتاعته وبيروح للثعابين علشان يطلعهم، ولكنهم بيخونوه وبيحكمهم واحد اسمه بايسور اخر ثعبان اناكوندا. بنشوف بعدها زين بيكون قدر يرجع ذكرياته، والمعلم وو بيسافر لنفس العالم اللي راح له جارمادون، وبيلاقيه بقى عنده 4 ذراع علشان يقدر يمسك الاسلحة الذهبية. في الناحية التانية بنشوف النينجا وبيكونوا عارفوا لويد، وبيلاقوا ان الاسلحة اختارته علشان يكون النينجا الاخضر. نرجع للثعابين اللي بيكونوا جمعوا شفرات علشان يطلعوا ثعبان ضخم اسمه المفترس الاعظم، والثعبان ده بياكل المعلم وو، والنينجا بتضطر تثق في جارمادون وبيدوا له اسلحة علشان ينقذهم. وبنشوف بنت صغيرة مع والداها بيكونوا عالقين بسبب المفترس الاعظم، ووالداها بيموتوا، وبعد ما بتكبر هيتم تبنيها بواسطة عائلة ملكية وبيكون اسمها هارومي. ونرجع لجارمادون اللي بيكون قتل المفترس الاعظم وخد الاسلحة وهرب. وبنشوف بايسور لونه اتغير بسبب الحمض بتاع المفترس واللي بيكون اتسرب تحت الارض. جارمادون بيكون اخد الاسلحة وراح عند التعابين علشان يدمجهم، وبيعمل صولجان من خلاله بيرجع ديناصور للحياة وبيهجم على النينجا، وعلشان يوقفوه بيستعملوا شاي التقدم في العمر، وفعلا بيرجعوه زي ما كان. ولكن لويد الطفل بيكون اتأثر بالشاي وكبر في العمر. في الناحية التانية جارمادون بيفتح بوابة زمنية علشان يخلي النينجا ما يقابلوش بعض، ولكن بيروحوا وراه وبيدمروا الأسلحة الذهبية. والثعابين بتزهق من جارمادون وبيرموه على جزيرة، وبتكون دي جزيرة الظلام. وبيقابل سيد الشر اللي بيوريه مكان الجيش الحجري، وبيكون برضه الثعابين عرفوا مكانه، وبسبب حمض المفترس الأعظم الجيش ده بيصحى مرة تانية وبيسبب دمار في المدينة. وبيروح النينجا لجزيرة الظلام علشان يلاقوا حل، وهم في طريقهم بيلاقوا مكان دكتور جوليان. وبنشوف جارمادون وبيكون عمل مادة مظلمة بيرميها على مدينة نينجاجو وبيخلي المدينة عايشة في ظلام، وده كان عايزه سيد الشر علشان يكمل باقي جسده وبيسيطر على جارمادون. ولكن لويد بيصبح النينجا الذهبي وبيستخدم قوته علشان يهزم سيد الشر وبيدمره خالص، وده بيخلي جارمادون اخيرا يتعافى من الظلام اللي كان مأثر عليه سنين كتير. بعد كده المدينة بتكون متدمرة، وبنشوف شخص اسمه سايروس بورك بيبدأ يبني المدينة من اول وجديد ولكن بشكل حديث، وبيبني برج بورك وبيصنع روبوت اسمها بيكسل. والدكتور جوليان والد زين بيموت. وبنشوف الثعابين بيكونوا بنوا مجتمع ليهم تحت الارض في برج بورك بيتعرض للإصابة بفيروس وبيحتوي على سيد الشر، وبيعمل جيش من الروبوتات وبيهاجم النينجا علشان ياخد منهم لويد. وبمساعدة بايسور بيقدر سيد الشر ياخد شكل مادي، ولويد بيوزع قوته على النينجا وبيهرب. وبكده سيد الشر مش هيقدر ياخد من لويد قوته الذهبية، وبيرسل سيد الشر الروبوتات علشان يجيبوا الأسلحة الذهبية بعد ما اتدمرت، وبيعمل بيها روبوت. وزين بيضحي بنفسه علشان يهزمه، ولكن بنعرف ان زين جمع نفسه مرة تانية. وبيجتمع النينجا بعدها وبيخشوا في مسابقة علشان يحرروا زين، وبيكون اللي عمل المسابقة دي هو تشين علشان يجمع كل أسد العناصر ويسرق قوتهم علشان يحول نفسه لثعبان اناكوندا. بس جارمادون بيهزمه، وده بيخلي جارمادون يروح للعالم المنبوذ علشان يخلي قادة الاناكوندا القدام يطلعوا وياخدوا تشين معاهم للعالم المنبوذ، وفعلا بينجح في خطته. بس اللي حصل ده كله بيخلي شبح مورو صديقنا القديم بيقدر يرجع مرة تانية وبيستولى على جسد لويد. وبسبب سينسي يانج كول بيتحول لشبح، وان هي بتتعلم التحكم في الماء وبتعمل طوفان من خلاله بتقدر تهزم المملكة المنبوذة. ومورو بيصلح علاقته مع المعلم وو وبيديله كريستالة التنقل، بس المنبوذة بتسحبه للمية وبتقتله. وبنشوف بعد كده كلاوس بيكون قدر ينجو من المملكة المنبوذة، وبيلاقي بالصدفة مصباح الكابتن سوتو وبيحرر ناداكان، وناداكان بيحبسه في المصباح وبيروح يسرق كريستالة التنقل علشان يفتح بوابة ويروح للعالم بتاعه يكون متدمر حرفيا بسبب النينجا. وبياخد السيف بتاع والده وبيروح يحبس كل النينجا فيه ما عدا جي. وناداكان بيكون عايز يتجوز نيا، وجي بيقدر يرجع الوقت قبل ما يتم الوصول على المصباح، وكده كأن مفيش حاجة حصلت. بعد كده كل بيقدر يرجع لطبيعته، وفي الوقت اللي هما فيه بتنفتح البوابة الزمنية اللي كان محبوس فيها كرونيكس، وبينزل يقاتل المعلم وو، وبيروح يجتمع مرة أخرى مع أخوه كروكس وبيجمعوا 3 شفرات زمنية اللي هزمهم بيها وو علشان يشغلوا الآلة الزمنية بتاعتهم. في الناحية التانية كاي بيلاقي أخيرا والداه، وبيلاقي برضه شفرة الزمن، وبيستخدم التوأم الآلي بتاعهم علشان يرجعوا للوقت اللي هو هزمهم فيه. وبيروح لهم كاي ونيا والمعلم وو علشان يوقفوا اللي هيعملوه. والمعلم وو بيرجع كاي ونيا للمستقبل، وبيفضل هو على سفينة التوأم علشان يحاربهم، ولكن بيصغر في السن وبيبقى طفل وبيرجع للزمن بتاعه، وبيقعد النينجا يدوروا عليه وبتلاقيه ميساكو، ولكن بيتم القبض عليها هي والمعلم وو من قبل هارومي وعصابة راكبين الدراجات اللي بيكونوا اسمهم ابناء جارمادون. وهارومي بتبعتهم عشان يسرقوا أقنعة بتديهم قوة خارقة. بعد كده
كده هارومي بتخدع النينجا وبتمثل انها صديقتهم علشان يثقوا فيها، وبتروح هي ولويد يجيبوا قناع تاني وبتغدر بيه هارومي وبتقول له انها بتكره جدا النينجا وبتهرب. وبيكون السبب من تجميع الاقنعه هو انهم عايزين يرجعوا جارمادون ولكن بجانبه الشرير، وفعلا بيرجع وبيخش في قتال مع لويد، ولكن لويد بيخسر قوته وبيسقط من فوق المعبد، وباقي النينجا بيساعدوه وبيروحوا يوقفوا جارمادون، ولكنه كان هيسحق السفينه بتاعتهم فبيستخدموا شيء المسافر وبيروحوا لعالم تاني، وبيقرر النينجا يروحوا للعالم الاول علشان يجيبوا تنانين ويهزموا بيها جارمادون، وفعلا بيرجعوا وبيقتلوا العملاق بتاعه، بينما لويد كان بيقاتل جارمادون وبيستعيد قوته وبيقدر يهزم جارمادون. وقبل ما جارمادون يتحبس بيقول لهم ان في خطر تاني جاي لهم وكان قصده على كائنات الاوني. وبنشوف هارومي وبتعمل اتفاق مع سيد الشر انها تروح لملك شنتارو وتشتري منه حجر الانتقام، والحجر ده بيبطل قوى العناصر. في الناحيه التانيه بيبداوا الاوني انهم يطلعوا من كريستالة الانتقال، وبيروح النينجا لجارمادون علشان يساعدهم وبيستعيد قوته وبيخلي لويد يحطم الكريستالة، لكن بيكون الاوني وصلوا وبيكون نقطه ضعفهم هو الدرع الذهبي بتاع سيد الشر، وكاي بياخد الدرع وبيعمل بيه الاسلحه الذهبيه مره تانيه، وبيعمل النينجا مع بعض اعصار السبنجيتسو وبيقدروا يهزموا الاوني، بس جارمادون بيسيبهم وبيمشي. وبنشوف بعدها النينجا بيكتشفوا قبر ثعابين قديم مع مكتشف اسمه كلوتش، وبيكون في القبر الثعبانه فيرا اللي هو علمها السبنجيتسو زمان، وطلع حلفه لتركب المعلم وو، وبتسرق القوه بتاع كاي وبتبدا تصحي الجيش بتاعها، وبتكون عايزه تسرق مخطوطه السبنجيتسو المحظور، وبتاخد واحده منهم وبتبدا تقاتل لويد يكون معاه برضه مخطوطه، وزين بيجمدها لكنها بتحاول تقتل وو، لكن زين بيتصدر الضربه وبسببها بيسقط للعالم السفلي وبيفقد ذكرياته، وفي شخص بيبدا يتلاعب بيه اسمه فيكس وبيخليه امبراطور لمملكه، وزين بيسيطر على كل الاشخاص اللي هناك، وبيروح فيكس القريه وبيقول للناس ينضموا للامبراطور الجديد علشان ما يجمدهمش، بس بيرفضوا وبيجمدهم زين ما عدا بنت صغيره اسمها كيتا، وبيروح النينجا عشان ينقذوا زين ومش بيكونوا عارفين ان هو الامبراطور، وبيقعدوا مع واحده بتقول لهم ان الامبراطور ده شرير جدا، وبيقرر لويد يروح لوحده علشان يدور على زين، والباقي يقعد يحمي القريه من اي هجوم للامبراطور. وبيقابل لويد كيتا اللي بتكون عايزه تنتقم من الامبراطور. في القريه بيهجم عليها تنين جليدي، وكاي بيقدر يسترجع قوته وبيهزم التنين، ولويد بيقابل الامبراطور وبيبداوا يقاتلوا بعض. في وسط القتال بيستعيد زين ذاكرته وبياخدوه وبيرجعوا لعالمهم. بعد كده بنشوف شخص اسمه ميكانيك بيحاول يسرق لعبه غريبه وبياخدها منه جاي وبيحطها في جهاز الالعاب، لكن فجاه الجهاز بيتفتح فبيخش جاي جواه، وبيكون اسم اللعبه برايم امباير، وكل اجهزه الالعاب اللي في المدينه بتتحول للاسم ده، وكذا جهاز بيتفتح وبيخش كذا شخص جواه، وبيروح النينجا كلهم ما عدا زين علشان ينقذوا جاي والباقي، وبيكون زين مع المعلم وو ومعاهم بيكسل علشان يدوروا على اللي عمل اللعبه. في الناحيه التانيه النينجا بيلاقوا جاي وبيقول لهم انهم لازم يهزموا اللعبه علشان يكسبوا، وبيكون اخر مرحله انهم يهزموا ناجامي البوس الكبير، لكن بيكون قوي جدا وبيحاول كل النينجا لمكعبات ما عدا جاي، والمكعبات بتاع النينجا بتفتح بوابه وبيروح ناجامي بسرعه وبيخرج جاي والباقي، وبيكون ناجامي ابن صاحب اللعبه واتحبس جواها وبيرجع لطبيعته. بعد كده بيتم دعوه النينجا لمملكه شنتارو بمناسبه عيد ميلاد الاميره فانيا، وبيكتشف كل بالصدفه هو وفانيا زنزانات بتكون تحت المملكه، وبيروح النينجا يشوفوها وبيلاقوا فيها كائنات الكيكلز ومعاهم كائنات تانية اسمها المانس وبيحرروهم، ولكن بيجي الملك اللي بيكون اسمه ساحر الجمجمه وبيحبس النينجا. بيكون كل مع المعلم وو في المملكه وبيكشف الملك عن هويته وبيرمي كل والمعلم تحت المملكه. بيقابل كل المغامرين اللي اتحبسوا هنا زمان فبيساعدوه يحرر النينجا، وبيروح كل يقاتل الملك وبيقدر يهزمه، وبياخدوا حراس المملكه عشان يحبسوه، وبيتم جعل فانيا الملكه لشنتارو. بعد كده بنشوف هارومي مره تانية وبتكون بتهرب حجر الانتقام، وبنشوف رونان بيخدع سكان جزيره علشان ياخد كل ثرواتهم وبيقول لهم ان هو وجيرا وحش البحر القديم. في الناحيه التانية بيكون المعلم وو معاه ميساكو وكلاتش بيكتشفوا جزيره، ولكن بيتم القبض عليهم من سكانها وبيروح لهم النينجا علشان ينقذوهم، ولكن هم برضه بيتم القبض عليهم وبيكونوا عايزين يضحوا بجاي علشان وجيرا، ولكن النينجا بينقذوا جاي وبيحبسوا رونان بعد ما عرفوا انه بيخدع السكان. في الناحيه التانية في المحيط بنشوف الامير كالامار وبيلاقي معبد وجيرا وبيبدا يعمل عليه تجارب، وده بيأثر على المياه وبيخلي ان هي مش بتقدر تتحكم في قواها، وبيروح النينجا للمحيط علشان يعرفوا اللي بيحصل. وبنشوف الامير كالامار وبيقتل والده علشان يستولى على الحكم، وبيرمي اللوم على النينجا ان هم السبب وبيقتلوا كالمار، ولكنه بيكون قدر يرجع وجيرا وبيهجم على مدينه نينجاجو وبيخليها تغرق، وبيفقد كالمار السيطره على وجيرا وبياكله، وبتضحي نيا بنفسها وبتتحد مع المحيط علشان تهزم وجيرا، والكل بيعمل جنازه لنيا والنينجا بينفصلوا بعد كده. وبعدها بنشوف رئيس جديد للمدينه وبيعمل فريق نينجا خاص بيه لان النينجا اختفوا، وبنشوف نيا بتستعيد ذكرياتها وبتكون عايزه ترجع لطبيعتها مره تانية، وبيقدروا النينجا يفصلوها عن المحيط، بس بسبب اللي حصل بيتم حبس النينجا. وبعد كده بنشوف هارومي وبتروح توحد كل الاشرار وبتكون مجلس ليهم. في الناحيه التانية نيا بتقدر تحرر النينجا من السجن، ولكن بيتم القبض على لويد من قبل هارومي، ومجلس الاشرار بيهرب بيت النينجا وبيصروا الاسلحه الذهبيه علشان يقدروا يرجعوا سيد الشر، وبيرجعوه وبيعمل جيشه الحجري وبيهجم على نينجاجو، وبيضطر النينجا يتعاونوا مع جارمادون وبيجمعوا كل اللي يعرفوهم علشان يواجهوا سيد الشر. وبتعرف هارومي ان سيد الشر هو السبب في قتل والداها لان هو اللي عمل المفترس الاعظم، وبتبدا تقاتله مع الكل، وبيحاول سيد الشر السيطره على لويد ولكنه بيقدر يقاوم، والنينجا بيقدروا يوصلوا لحالتهم القصوى وبينقلوا كل قواهم لتنين قوي جدا
علشان يقدر يهزم سيد الشر وباقي اشرار المجلس، واخيرا بيخلص الشر بتاعه. بس النينجا بيفقدوا كل قواهم وكمان اسلحتهم الذهبيه. ولسه في مغامرات تانية للنينجا في سلسله دراجون رايسنج، ولكن هنعملها في فيديو تاني. ودي نهايه الفيديو، سلام.